التصميم والتصنيع في العصر الحالي بيتميز بالتطور السريع والكفاءة في استغلال الموارد المتاحة، وبرنامج الأنسys من البرامج العملاقة اللي ساهمت بشكل أساسي في التطور الصناعي اللي بيشهده العصر الحالي من خلال الأدوات والطرق والتقنيات المتكاملة اللي موجودة فيه، واللي من خلالها بنقدر نصمم ونختبر ونطور ونحسن من الأداء والتكلفة الخاصة بالمنتجات والتصاميم والإنشاءات المتنوعة، ونقدر نزود من جودتها وعمرها الفعلي وكفاءتها في أداء الوظيفة المطلوبة منها. لذلك عمالقة الشركات العالمية زي شركة بوينج وشركة باور وايند وشركة انفيديا وشركة فولفو وشركة LTSI وشركة سامسونج وغيرهم كتير بيعتمدوا بشكل أساسي على برنامج الأنسys في عمل محاكاة وتحسين للمنتجات الخاصة بيهم ورفع كفاءتها. هنتعلم في الكورس ده إزاي نقدر نستخدم برنامج الأنسys بشكل احترافي. لذلك هنبدأ نتعلم في الأول أهم المفاهيم الهندسية اللي لابد نكون على دراية بيها عشان نقدر نفهم التقنيات الهندسية اللي بنتعامل معاها في البرنامج. بعد كده هنبدأ نتعلم الآلية والمفاهيم اللي البرنامج بيشتغل بيها، والبرنامج أساسا بيشتغل إزاي، والبرنامج ده كفاينايت إليمنت سولفر محتاج مني إيه بالضبط عشان يطلع لي النواتج بالصورة المطلوبة. بعد كده هنبدأ نشتغل مع بعض 8 مشاريع متكاملة. التمن مشاريع دي من أهم التطبيقات الموجودة في الحياة العملية والصناعات المختلفة وكذلك المجالات الإنشائية المتنوعة. تعالوا مع بعض ناخد لمحة سريعة عن أهم المواضيع اللي هنتكلم عنها خلال رحلتنا في الكورس. الكورس بتاعنا بيتكون من 3 أجزاء رئيسية بالإضافة للملفات والمرفقات الخاصة بالكورس. الجزء الأول من الكورس ده خاص بأهم المعلومات الهندسية اللي لابد نكون على دراية بيها عشان نقدر نتعامل مع البرنامج بشكل احترافي. هنركز في بارت 1 على أساسيات علمين هندسيين مهمين جدا. العلم الأولاني علم الاسترس أناليسيز أو تحليل الإجهادات اللي من خلاله هنقدر نفهم طبيعة القوى والإجهادات المختلفة والأحمال اللي مأثرة على البارت أو الأسمبلي، وإزاي نقدر نفهم الأحمال دي ونطبقها بشكل صحيح ونتنبأ بالسلوك اللي هيحصل نتيجة لتطبيق هذه الأحمال. والعلم التاني علم الميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريالز أو الميكانيكس اوف ماتيريالز، والعلم ده بيهتم بدراسة المواد وإيه اللي بيحصل للمواد دي لما نطبق عليها الإجهادات المختلفة وخواص كل مادة وطبيعة المواد المختلفة في مراحل التحميل المتنوعة لغاية في النهاية لما يبدأ يحصل لها كسر. بفهمنا للعلمين دول هنقدر نتعامل مع البروبلمز أو الابليكيشنز المختلفة بشكل احترافي، واحنا عندنا أساس علمي قوي نقدر من خلاله نفهم المشاكل دي ونحللها ونوصل في النهاية لنتيجة ممتازة. تعال نفصل مع بعض في بارت 1. أول حاجة هنبدأ نفهم يعني إيه فورس، يعني إيه قوة، وإيه أنواع القوى المختلفة اللي موجودة عندي، ويعني إيه بريشر يعني إيه ضغط، ويعني إيه ستريس أو إجهاد، وإيه الفرق ما بين البريشر والستريس، والناتج من الاسترس ده بيكون عبارة عن ديفليكشن أو سترين. نفهم يعني إيه سترين أو انفعال. السترين ده والديفليكشن هما الرد الفعل الناتج في الماتيريال لما نطبق عليها فورس أو ستريس. بعد كده نبدأ نتعلم الستريس سترين كيرف، إيه هي العلاقة ما بين الإجهاد والانفعال، وده من أهم الكيرفز اللي أنت ممكن تقابلها أو تحتاجها وأنت شغال تفهم إيه اللي بيحصل للماتيريال لما تطبق عليها قوة وإجهادات مختلفة، إيه هو رد فعل الماتيريال دي نتيجة للتحميل، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في الستريس سترين كيرف. بعد كده هنبدأ نتعلم يعني إيه ييلد سترينث، وإيه هي أهمية فهمك للييلد سترينث. تبدأ تفهم إيه اللي بيحصل للماتيريال في مراحل التحميل المختلفة، وليه بالتحديد الييلد سترينث مهم جدا نبقى فاهمين معناه ونكون فاهمين إيه اللي بيحصل للماتيريال لما نبدأ نتخطى الييلد سترينث. بعد كده هنتكلم عن الفراكشر ثيوري، وهي التقنيات أو النظريات المختلفة لما يبدأ يحصل للماتيريال فراكشر. وبعد كده هنبدأ نتعلم يعني إيه إكوليبريم، يعني إيه اتزان وبنستفيد منه إيه، ونبدأ ندرس الفريمز والقوى اللي ناتجة أو ردود الأفعال اللي ناتجة في كل فريم مختلف. كذلك هنبدأ نتعلم يعني إيه فاكتور اوف سيفتي أو معامل أمان، وإيه أهمية إن أنت تكون واخد معامل أمان للتصميم وبنستفيد منه إزاي في البروبلمز المختلفة. بعد كده هنبدأ نتكلم بالتفصيل على أنواع الإجهادات الستريس تايبس، زي مثلا النورمال ستريس والأكسيال ستريس والبيندنج ستريس والشير ستريس والثيرمال ستريس الإجهاد الناتج عن الحمل الحراري. كل أنواع الاسترسز دي هنتكلم عنها بشيء من التفصيل وهناخد عليها بعض التمارين اللي في غاية الأهمية. هنفهم من خلالها أنواع الاسترس المختلفة وإزاي نقدر نقدرها أو نحسبها في الواقع. بعد كده هنتكلم على الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام، وإيه هي فايدة إن إحنا نعرفهم وإزاي نقدر نطلع منهم أهم المعلومات اللي تلزمنا
أثناء عملية التصميم. كذلك مكملين في بارت 1 هنتعلم الكومبلكس ستريسز والمور سيركلز، وفي الجزء ده هنتعلم ازاي نقدر نتعامل مع اكتر من نوع من الاجهاد في نفس الوقت. يعني لو انت عندك مجموعة من الاجهادات المتنوعة مثلا على مخرط على بارت ايا كان التصميم بتاعك، ازاي تقدر تتعامل بشكل منفصل مع كل نوع من انواع الاجهاد وتحسبه بشكل منفصل، وفي النهاية خالص تجمع محصلتهم بحيث تطلع رقم معين. الرقم ده هو اللي هتبني عليه التصميم بتاعك، بحيث التصميم بتاعك ده يكون تصميم ناجح يقدر يأدي الوظيفة المطلوبة منه. في نهاية بارت 1 هنتكلم عن الديفليكشن اوف بيمز، وهنعرف يعني ايه اساسا بيم ونقصد بها ايه. وفي نهاية بارت 1 هنختم بكيفية حساب الإجهادات الناتجة في البريشر فيجرز أو أواني الضغط، ودي من أهم الأجزاء أو التطبيقات المنتشرة في الصناعة. يبقى إذا ممكن نلخص بارت 1 في إن إحنا هنتعلم فيه المعلومات الهندسية، بحيث لما ندخل برنامج الأنسز نكون فاهمين بالضبط إحنا عايزين إيه أو هنعمل إيه، ونقدر نكون صورة عامة كده عن اللي المفروض يطلع لي في برنامج الأنسز. ده باختصار محتوى بارت 1، هو الأساسيات الهندسية اللي انت محتاجها عشان تبدأ تتعلم الكورس. بارت 2 عبارة عن 9 محاضرات. التسع محاضرات دول هنتكلم فيهم بالتفصيل على الأساسيات الخاصة بالفاينايت إليمنت أناليسيز، وهنتكلم على بعض السيمبل أبليكيشنز أو التطبيقات البسيطة. التطبيقات البسيطة دي هي تطبيقات سهلة وبسيطة، ولكن هنتعلم فيها مجموعة من الأدوات اللي في غاية الأهمية، اللي من خلالها هتقدر تفهم برنامج الأنسys بشكل صحيح وتتعلم أهم التولز اللي هتحتاجها وأنت شغال. تعال ناخد لمحة على محتوى بارت 2. أول حاجة هنبدأ نفهم يعني إيه Finite Element Analysis أو Finite Element Solver. بعد كده هنبدأ نتعلم إيه هو برنامج الأنسys ده أصلا، وإزاي برنامج الأنسys ده بيشتغل، وإيه بالضبط اللي برنامج الأنسys ده محتاجه عشان يطلع لي البيانات اللي أنا محتاجها أو يطلع لي النواتج اللي أنا محتاجها. لما تفهم برنامج الأنسys هو بيشتغل إزاي عامة، وايه الداتا اللي انت بالضبط محتاج تديها له، وهو هيعمل ايه بالداتا دي، هتبدأ تكون صورة فعلية كده عن اللي بيحصل جوه البرنامج. تكوينك للصورة دي في غاية الأهمية عشان تقدر تتعامل مع البرنامج بشكل احترافي من غير ما تتعب في المعلومات اللي هتديها له أو في المعلومات اللي انت هتاخدها منه. يبقى احنا لحد النقطة دي فهمنا أهم المعلومات الهندسية اللي احنا محتاجينها عشان نبدأ نتعامل مع أي Finite Element Solver، سواء كان الأنسys الأباكس أو خلافه أو حتى SolidWorks Simulation. ده في بارت 1. في بارت 2 فهمنا يعني ايه فاينيت اليمنت اناليسيس وفاينيت اليمنت سولفر، وازاي برنامج الانسيس ده بيكون مصفوفاته ويبدا يشتغل عامه كفاينيت اليمنت سولفر. بعد كل ده انت بقى عندك الاساس العلمي الكافي اللي احنا نبدا بقى نتعلم الانسيس يوزر انترفيس. نبدا نفتح برنامج الانسيس بقى ونشوف اليوزر انترفيس بتتكون من ايه وازاي هنقدر نتعامل معاها. بعد كده هنبدا نتعلم ازاي نحضر static study في برنامج الانسيس، ازاي نكونها، وازاي نبدأ نعمل موديلنج للبارت بتاعنا، سواء كنا هنصممه باستخدام الانسys ديزاين موديلر او اي برنامج تصميم خارجي زي السوليد وركس، وازاي نقدر نعمل له امبورت. بعد كده هنبدأ نتعرض للانسys ميكانيكال ورك بنش، ودي المنصة اللي احنا هنشتغل عليها بشكل اساسي، وهنبدأ نعمل اناليسيز او سيميوليشن او محاكاة للتصاميم المختلفة بتاعتنا. بعد كده هنتعلم ازاي نقدر نحل بروبلم في برنامج الانسys، ايه هي الخطوات اللي بالترتيب المناسب اللي من خلالها هتقدر تكون تطبيق في برنامج الأنسys من البداية للنهاية بشكل سليم، بحيث في النهاية تقدر تعمل له محاكاة وتاخد منه النواتج بشكل صحيح. بعد كده هنبدأ نتعلم ازاي نعمل ديفاين للماتيريال في برنامج الأنسys، ازاي نقدر نفتح الماتيريال نختار الماتيريال المناسبة لينا، سواء الماتيريال دي أخدناها من الأنسys لايبراري أو أنشأناها احنا بمعلومية الخواص اللي احنا عارفينها. بعد كده هنتعلم ازاي نقدر نعمل بريبير للجيومتري للاناليسيز اللي هنقوم بيها، ودي نقطة من أهم النقاط. ازاي انت تقدر تجهز الجيومتري اللي عندك أو التصميم اللي عندك اللي انت تبدأ تشتغل عليه بعدين لما تبدأ تعمل موديلنج أو تعمل مش أو خلافه. ودي نقطة من أهم النقاط، إن انت تقدر تعمل بريبير للجيومتري أو تحضر التصميم بتاعك للشغل، وده بيتم في خلال الأنسys ديزاين موديلر. بعد كده هنتعلم how to choose the best element type، ودي من أهم النقاط اللي هنتعلمها في الكورس، وده هتلاحظه خلال التطبيقات الكتير اللي هنشتغل فيها. ازاي تقدر تختار الاليمنت تايب، نوع العنصر اللي هنشتغل بيه، سواء كان 1D element 2D element او 3D element، وده هيتم من خلال بعض التبس او تريكس اللي هنقولها في خلال الكورس، او هيتم من خلال خبرتك في التعامل مع التطبيق.
بعد كده هنتعلم ازاي نابلاي الباوندري كونديشن، ازاي نطبق الظروف المحيطة بالتصميم، ازاي نطبق القوة المختلفة او الضغوط او المومنتس المختلفة اللي موجودة عندك. لان المومنتس دي هي الظروف الفعلية، يعني انت عندك بارت معين حملت عليه قوة او اجهادات او ضغوط. هنتعلم ازاي نطبق الكلام ده بشكل مفصل على البارت اللي موجود عندي بشكل بسيط وسهل. بعد كده هنتعلم ازاي نقدر نولد مش ونحسن من خواصها باستخدام برنامج الانسys والتقنيات المختلفة اللي موجودة فيه. ودي من اهم النقاط اللي هنتعلمها في الكورس، ازاي تقدر تعمل جنريت للمش دي، وباستخدام بعض الحيل البسيطة تقدر ترفع من جودتها. لان عملية الحل في برنامج الانسys بتعتمد بشكل اساسي على جودة المش اللي هتطلع معانا. بعد كده هنتعلم ازاي نقدر نضيف السولوشن بتاعنا، ونقدر ازاي نكون الحل ونوضح بالضبط ايه اللي محتاجين نعرضه وايه اللي محتاجين نحسن جودته. بعد كده هنتعلم ازاي نشرح الريزلت دي، او بمعنى اصح نولد مجموعة من الصور، مجموعة من الجرافس، مجموعة من الخرائط اللي هتتم عندنا، بحيث نشرح منها النواتج دي. يعني واحنا بنحل هنقول له والله عرض لي صور للعلاقة ما بين الإجهاد عند النقطة دي والانفعال عند النقطة دي مثلا. والله لو سمحت اعرض لي صورة في التقرير عند الجزء ده من التحميل. كل الكلام ده بنقدر نوضحه باستخدام برنامج الأنسys. هنتعلم ازاي نحضر ونشرح النواتج دي، وفي النهاية خالص هنتعلم ازاي نطلع ريبورت. الريبورت ده بيحتوي على كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها للدراسة اللي قمنا بيها. بعد كده في بارت 2 هنكمل، هنتعلم ازاي نحل البروبلم اللي انشأناها دي باستخدام الانسys APDL. وده بكل بساطة هيبقى كود بسيط. الكود ده بدل ما كنا بنتعامل مع الانسys يوزر انترفيس او واجهة المستخدم في برنامج الانسys، هنبدأ نكتب كود باستخدام ال APDL او الانسys بارامتريك ديزاين لانجويج. الكود ده هنحل بيه البروبلم بنفس الكيفية اللي كنا بنحلها من استخدام الأوامر في برنامج الأنسys. في نهاية بارت 2 هنتعلم بعض التيبس أو تريكس في برنامج الأنسys، بعض الحيل اللي هنحتاجها واحنا شغالين. الحيل دي هتساعدني في تبسيط المسألة، هتساعدني في سهولة عرض النواتج، هتساعدني في زيادة جودة الحل. بعد كده هنتعلم بعض الادفانسد تكنيكس في التعامل مع البروبلمز المختلفة. وفي نهاية بارت 2 هنتعلم ازاي نحسن النواتج بتاعتنا ونعلي من كفاءتها ونقلل من الايرور اللي موجود عندي بقدر الامكان. وفي نهاية بارت 2 هنتعلم ازاي نعمل تشيك او فاليديشن للنواتج اللي طالعه عندي، ازاي اقدر اقارن ما بين الناتج اللي طالع عندي وما بين الاكزاكت سولوشن. وفي بروبلمز كتير هنحلها مرتين، مرة باستخدام برنامج الانسys ومرة باستخدام المعادلات الخاصة بالستريس اناليسيز اللي اتعلمناها في بارت 1. وهنقارن ما بين النواتج وهنشوف فعلا ازاي قدرنا نثبت صحة الحل بتاعنا، وده اللي بنسميه الفاليديشن او السيناتي تشيك. وده هيتم من خلال الحل اليدوي او الحل باستخدام برنامج الاكسل. بارت 3 عبارة عن 8 مشاريع. ال8 مشاريع دول مشاريع متكاملة في غاية الأهمية، ومن الأكثر المشاريع انتشارا في المجالات الصناعية والإنشائية المختلفة. المشاريع دي هنطبق فيها أساسيات الستاتيك أناليسيز والستيدي ستيت ثيرمال أناليسيز، بالإضافة لأساسيات التعامل مع البريشر فيجلز أو أواني الضغط باستخدام برنامج الأنسys. الشرح بتاعنا خلال رحلتنا في الكورس هيكون باللغة العربية، ولكن هنحتفظ بالمصطلحات العلمية الخاصة ببرنامج الأنسys أو بالفاينايت إليمنت أكاديميك لانجويج.